السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة جديدة على قناة المغرب الآن تي في. نبدأ معكم بهذا الخبر الهام. حيث وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها. ويأتي هذا الحدث تخليدا لمرور 70 سنة على تأسيس القوات المسلحة الملكية، اللي تعد واحدة من أهم المؤسسات الوطنية، والتي تطلع بأدوار أساسية في حماية الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن أمنها واستقرارها. وأكد الملك محمد السادس في الأمر اليومي على أهمية الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، مشيدا بمستوى الاحترافية والانضباط وروح المسؤولية التي يتحلى بها أفرادها في مختلف المهام داخل المغرب وخارجه. كما شكلت المناسبة فرصة لتسليط الضوء على مسار تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية عبر تعزيز القدرات الدفاعية والتجهيزات، ومواصلة التكوين لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية. وتعتبر الذكرى السبعون لتأسيس القوات المسلحة الملكية محطة مهمة لاستحضار التضحيات الكبيرة اللي قدمها أفراد المؤسسة الوطنية عبر عقود دفاعا عن الوطن ومصالحه العليا. ويرى متابعون أن القوات المسلحة الملكية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة على مستوى التحديث والتجهيز، بما يعزز مكانة المغرب وقدراته الدفاعية. ويبقى الاحتفال بهذه الذكرى مناسبة لتجديد الاعتزاز بالدور اللي تقوم به القوات المسلحة الملكية في خدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ما رأيكم في الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في قناة المغرب الآن تي في ليصلكم شي كل جديد. إلى اللقاء.